مرحبا بكم لتعرف آخر أخبار محمد صلاح وفريق ليفربول. فيرجيل فان دايك يشيد بمحمد صلاح بعد الأداء الرائع لليفربول أمام بورتموث. واصل ليفربول مسيرته الممتازة في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت بعد أن تفوق على بورتموث بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب فيتاليتي. ويعني الفوز الأخير أن الريدز أصبح الآن متقدما بفارق 9 نقاط على أقرب منافسيه في صدارة ترتيب الدوري. انتهى سجل ليفربول فائز بنسبة 100% في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع، حيث تغلب فريق PSV أيندهوفن على العملاق الإنجليزي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في ملعب فيليبس. ومع ذلك عاد رجال أرن سلوت سريعا إلى طرق الفوز، حيث تغلبوا على فريق بورنموث الذي سجل بالفعل انتصارات على أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام فورست هذا الموسم. قدم ليفربول العديد من العروض المشجعة، لكن محمد صلاح كان اللاعب الأبرز، وافتتح اللاعب المصري العربي تسجيلا من ركلة جزاء رائعة في الدقيقة 30 احتسبت بعد صدام لويس كوك بكعب كودي جاكبو. واختتم صلاح الفوز بتسديدة رائعة في الدقيقة 75 بعد أن أهدر فريق بورنموث العديد من الفرص الجيدة للتسجيل. أعرب قائد الفريق فيرجيل فان دايك عن إعجابه الشديد بأداء محمد صلاح، ووصفه بأنه استثنائي ومتميز في المقابلة التي أجريت معه بعد المباراة. وقال لأحد البرامج التلفزيونية: دعونا نجعل الأمر أكثر، دعونا نستمر. من الواضح أنه كان مذهلا للنادي على مدار كل هذه السنوات. أرى العمل الجاد الذي يبذله، لكن الأرقام تتحدث عن نفسها. إنه أداء رائع.